برج الحمل يا برج الحمل، تعال شوف توقعات 2026 هتكون سنة داخلة عليك بالحب ولا بالوجع؟ تفتكر بقى اني طبة اللي هتطب الحب ولا الوجع؟ وربنا يستر وتكون سنة حب عليك يا برج الحمل. فتعال شوف توقعات سنة 2026 ليك بين الحب والوجع واني فيهم اللي هيفوز. وفي البداية صلى على النبي وكمل الفيديو للآخر ويلا بينا. برج الحمل سنة 2026 مش جايلك زي أي سنة خالص، سنة هتختبر قلبك ودماغك وصبرك وجرأتك. سنة هتكون قدامك فيها طريقين، واحد كله وجع حقيقي والتاني كله حب، بس حب مش سهل. فتعالى اسمع للنهاية لأن الرسالة دي ليك، يا اما هتغير حياتك يا اما هتفتح عينك على ناس لازم تخرجهم من حياتك. للأسف أول 3 شهور من السنة هتحس إنك واقف لوحدك، بتحارب في صمت، ناس بتشدك لورا، ناس بتفهمك غلط، وناس بتحب وجودك بس مش عارفين يحبوك صح. وجعك يا حمل مش عشان ضعيف، وجعك عشان قلبك صادق. وأكتر سنة هتتفجع فيها لما تكتشف إن في حد انت كنت شايفه أمانك وهو كان شايفك اختيار مؤقت. في موقف هيحصل بين فبراير ومارس هيكشف لك الحقيقة كلها، يا اما يكمل معاك يا اما هيطلع من حياتك فجأة هتتخض كتير لانك كنت شايل ناس مش شايفين قيمتك، وهتحس بالوحدة لانك كنت مديهم كل حياتك، وهتقول لنفسك هو انا استاهل، هو احسن اللي بيحصل لي ولا لا. 2026 هتعلمك درس صغير بس تقيل، مش كل اللي بتحبه يستاهل وجودك. ايوه، مش كل اللي بتحبه يستاهل وجودك. عايزه اقولك كمان الوجع اللي هيعدي عليك هيعلمك حاجات كتير، بس عايزه اقولك ان الوجع ده هيعلمك تعرف قيمتك، وهيعلمك ازاي تفهم الناس. ورغم كل اللي فات وقلبك لسه حي ولسه قادر يحب بصدق، 2026 هتجيب لك حب، بس حب من النوع اللي يهدي نارك ويفهم عصبيتك ويحب قوتك ويحضن ضعفك. في حد هيظهر هيبصلك بطريقة غير كل اللي قبله، هيحبك من غير شروط، من غير لعب، من غير كبرياء، هيحبك كده. وده هيبان لك بين شهور 4 و7 كده من السنة، وهيكون الشخص ده هيقف جنبك وقت الزعل ويضحك لك وقت الانهيار ويسمعك من غير ما تقوله فهمني. بس الحب ده مش هيجي بسهولة كده، لا، هيجي بعد ما تبعد عن العلاقة اللي مشيت وتفهم انك كنت بتدي كتير لحد ما يستهلكش. ما انت لازم تفهم الحب اللي هيجيلك في 2026 حب نضيف ثابت هيريحك بدل ما يوجعك. هتقابل 2 هيصدموك في السنة دي صدمة عمرك، صدمة من شخص قريب هيقولك كلمة تكسرك بس هتصلح تفكيرك بعد كده، وصدمة من نفسك للحظة هتقعد فيها لوحدك وتقول انا استحملت كتير ودي كانت غلطتي. ومن اللحظة دي هتبدأ في 2026 تتعدل معاك، وهتلاقي نفسك بتبعد عن كل اللي بيستهونوا بيك وبتقرب من اللي بيشوفوه غالي. والكون بقى بيقولك ايه؟ ما تسمحش تاني ان حد يستخدم طيبتك، وما تجريش على حد بيمشي منك، ولو اتفتح ليك باب الحب ادخله من غير خوف. 2026 مش سنة سودة ولا وردي، دي سنة التوازن، وجع يعلمك وحب يصلحك، وناس تمشي عشان ناس تيجي احسن منها. وعاوز اقولك حاجة يا برج الحمل، 2026 هتوجع قلبك بس هتعلمك قيمة نفسك وهتحببك في نفسك بعد ما تطرد من حياتك اللي مش عارفين قيمتك. وهتدخل السنة ضعيف بس هتخرج منها قوي قوي، بوعي وبحب وبراحة قلب. ولو وصلت لهنا اعرف ان السنة دي مكتوب ليك فيها حياة حلوة مش وجع عليك، وان احلى قصص الحب بتبدأ بعد اصعب وجع. فقول يا رب ارزقني بالحب كله والسعادة والهنا، وان شاء الله ربنا هيرزقك باحلى الحاجات الحلوة في حياتك ويبعد عنك كل الوجع اللي في الدنيا. انتوا فين؟ وفي النهاية اتمنى لكم السعادة والهنا، ويقولوا يا رب دايما من جوه قلبكم، لان ربنا بيديكم احلامكم بس في الوقت المناسب ليكم. فقولوا يا رب، وان شاء الله حياتكم تبقى مليئة بالحب والسعادة والهنا. انتوا فين؟ اكتبوا اسم بركة في كومنت وخلص الكلام. سلام.